بعدما خطف نادي العين الإماراتي فوزا ثمينا أمام ضيفه النصر 1-0 يوم الاثنين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب هزاع بن زايد. وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المتألق المغربي سفيان رحيمي بعدما راوغ حارس النصر ووضع الكرة في الشباك، مسجلا الهدف في الدقيقة 44. وبهدف رحيم تكرست عقدة قائد فريق النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام المغاربة خلال مسيرته الاستثنائية مونديال 2022. بداية عقدة رونالدو مع المغاربة خصوصا بعد انتقاله إلى صفوف العالمي كانت في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وودع منتخب البرتغال حينها منافسات المونديال بالخسارة المفاجئة أمام أسود الأطلس بنتيجة 0-1 ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة. عبد الرزاق حمدالله. يعد المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة أحد اللاعبين الذين تسبب في عقدة للنجم البرتغالي بعدما حرمه من استكمال مشواره في مونديال قطر. كما ودع رونالدو كأس السوبر السعودي على يد رفاق حمدالله في الاتحاد بعدما خسر النصر 1-3، وحينها سجل حمدالله هدفا في شباك العالمي. وتلقى رونالدو الخسارة الثانية أمام الاتحاد 0-1 في الجولة 20 بدوري روشن السعودي موسم 2022-2023. لكن رونالدو عاد في المباراة الثالثة وسجل هدفين في فوز فريقه 5-2، علما بأن حمدالله هو من سجل هدفي العميد. ياسين بونو. على الملاعب السعودية أيضا واصل حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي الهلال تكريس العقدة لرونالدو خلال مواجهات الزعيم والعالمي آخرها الفوز بكأس موسم الرياض. وحقق بونو فوزه الثالث على رونالدو بداية من ربع نهائي كأس العالم 2022 قبل أن يفوز عليه النجم المغربي أيضا في الدور الأول بالدوري السعودي 3-0. وحصد كأس موسم الرياض 2024 من رفاق البوني البرتغالي. منير المحمدي. أسهم أيضا اللاعب المغربي منير المحمدي حارس مرمى الوحدة في حرمان رونالدو وفريقه النصر من الوصول لنهائي النسخة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 2022-2023. وتصدى المحمدي حينها لأكثر من هجمة من النجم البرتغالي ليقود الوحدة للتأهل إلى نهائي كأس الملك لأول مرة منذ 53 عاما بعد الفوز على النصر 1-0 في نصف النهائي. وتوج الهلال بلقب هذه النسخة بعد الفوز على الوحدة في المباراة النهائية بعدما خطف نادي العين